ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنكمل اللي بدأناه. شرحنا الوحدة الاولى قبل كده. لو ما شفتش المراجعة بتاعت الوحدة الاولى ارجع شوفها. والنهارده ان شاء الله هنبدأ ونراجع الوحدة التانية كاملة. ركز معايا، تقدر تقسمها براحتك بس احنا هنقولها كلها ان شاء الله في فيديو واحد. الوحدة التانية عندي في منهج تالتة اعدادي، قال الطاقة الكهربية والنشاط الاشعاعي. وعندي في الوحدة دي 3 دروس ان شاء الله. قال لي الدرس الاول اسمه الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي. انا عايز اعرف يعني ايه اصلا تيار كهربي. احنا دايما نقول التيار الكهربي التيار الكهربي، الكهرباء جت الكهرباء قطع. ايه التيار الكهربي ده؟ هنجيب معلومه قديمه شويه. قال لي احنا واحنا في سنه اولى في العلوم كان الاستاذ بيقول لي ان اي ماده في الدنيا تتكون من حاجه اصغر منها اسمها جزيئات. كلام محترم. وقال لي ان الجزيئات دي تتكون من حاجه اصغر شويه اسمها ذرات. ماشي، حط الذرة دي كده ونروح تحت الميكروسكوب. قال لي إن الذرة كانت بتتكون من نواة وحواليها إلكترونات بتدور في مستويات طاقة. المستوى الأول وليكن كي، مش عليك تفتكر اسمه، في 2 إلكترون. أما التاني ال بيتملي ب8 بس أنا هحط فيه إلكترون واحد بس. وقال لي إن النواة ده أهي تتكون من بروتونات موجبة ونيوترونات متعادلة، وعشان كده النواة ده هي كلها شحنتها موجبة. ركز معايا في الحته دي كويس هتفيدك. تاني، الذره تتكون من نواه موجبه وحواليها شويه الكترونات سالبه. قال لي وعشان كده ان النواه دي موجب والالكترونات سالبه، فده اللي بيخلي الالكترونات تفضل تلف حوالين النواه، ما تسيبش النواه وتمشي. يعني اللي مخلي الالكترونات تلتزم انها تفضل تلف كده وشغاله على طول ان في قوه تجاذب بين الاثنين. قال لي لو حصل ان قوه التجاذب ده قلت، الالكترونات اللي في اخر مستوى طاقه خالص هتروح سايبه النواه وتهرب. اول ما تهرب الالكترون الاخير ده في اخر مستوى طاقه يبقى اسمها الكترونات حره. هتبدا من هنا بقى قصه التيار الكهربي تبدا. الكترونات حره. اني واحده اكتر بتبقى الكترونات حره؟ اللي موجوده في اخر مستوى طاقه. اول ما الالكترون يبقى حر هيمشي في قلب السلك يعمل تيار كهربي. يعني من الاخر كده خالص، لو حد سالك التيار الكهربي ده عباره عن ايه، قول له شويه الكترونات سالبه ماشيه في قلب السلك. السلك اللي عندك في البيت ده ماشي جواه شويه الكترونات سالبه. شويه الكترونات سالبه. يبقى انا كده هاخد دلوقتي الخصائص بتاعه الالكترونات السالبه اللي ماشيه في قلب السلك. بص معايا في الكتاب تاني. قال لي اهو، قال لي سبق وتعلمت أن الذرة نواة موجبة إلكترونات سالبة، وعندما تضعف أو تنعدم قوى التجاذب بين النواة وإلكترونات آخر مستوى تتحرر هذه الإلكترونات واسمها الإلكترونات الإيه؟ قال لي الإلكترونات الحرة. وقال لي على اساس كده تصنع اسلاك التوصيل. دايما بختار وانا بجيب السلك، وانا اشمعنى بختار الاسلاك بتاعه البيت عندي من النحاس؟ قال لي لان قوى التجاذب اللي عندي بين الكترونات اخر مستوى طاقه والنواه في ماده النحاس ده ضعيفه. فاول يا استاذ حاجه بتحصل ان الالكترونات تهرب من اخر مستوى تبقى الكترونات حره تمشي في قلب السلك. فانا عندي تعريف التيار الكهربي. قال لي يا استاذ ان التعريف تدفق الشحنات الكهربيه بين قوسين الالكترونات السالبه خلال الموصلات المعدنية اللي هي السلوك الأسلاك في الدائرة الكهربية المغلقة. قال لي كلام محترم. والدائرة الكهربية عندي خدناها قبل كده وبنعيد كلامنا تاني. قال لي إنها تتكون من 4 مكونات. الدائرة الكهربية 4 مكونات. أنا عندي مصدر للتيار الكهربي، هجيب بطارية أو عمود. وتاني حاجة هعملها إن أنا هيبقى عندي مفتاح بتحكم فيه، أقفل أو أفتح المفتاح ده تاني علشان يبقى عندي تيار او لا. وبعد كده هيبقى عندي مصباح. المصباح ده مضيء يبقى كده في تيار. قال لي مطفي. قال لي مكونات الدايره تاني. قال لي انا عندي بطاريه وعندي مفتاح وعندي مصباح وعندي اسلاك، كل واحده فيهم ليها وظيفه. قال لي البطاريه ده ايه؟ مصدر للتيار الكهربي، هي اللي بتضخ الكهرباء، هي اللي بتطلع منها الكترونات سالبه. قال لي بعد كده عندي مفتاح هقفل وافتح الدايره منه زي الزرار اللي عند حضرتك في الاوضه.
قال لي وبعد كده عندي المصباح يستدل منه على وجود تيار كهربي. لو قايد يبقى انا كده الكهرباء شغاله او التيار الكهربي شغال وموجود، لو مطفيه يبقى مفيش تيار كهربي. اما الاسلاك ربط مكونات الدائره الكهربيه ببعضها. خش على اللي بعده. قال لي خلي بالك ان العمود الكهربي او البطاريه بتاعتي تتكون من خطين، خط طويل وخط قصير. قال لي ان الخط القصير يمثل القطب السالب، اما الخط الطويل يمثل القطب الموجب. خلاص تمام، انا على كده عرفت يعني ايه تيار كهربي. ده شويه الكترونات سالبه ماشيه في قلب السلك. التيار الكهربي ده زينا ليه خصائص. قال لي الخصائص الفيزيائيه بتاعت التيار الكهربي 3 خصائص. اول خاصيه شده التيار. التيار دون حجمه قد ايه، شدته قد ايه، كتير ولا قليل. وبعد كده فرق الجهد، وبعد كده المقاومه الكهربيه. ذاكرت الثلاثه دول وفهمتهم كويس عشان ده اهم درس، هو ده الدرس. يبقى انت كده تمام في الوحده الثانيه بالكامل. لو انا جيت قلت لك ان انا عندي سلك بالمنظر ده اسمه 1، وسلك تاني بالمنظر ده اسمه السلك 2، وقلت لك ان السلك ده ادي فيه الكترون وادي التاني وادي التالت، والسلك التاني الكترون 2 3 4 5. انت هتقول لي كده انهي واحد فيهم اكتر تيار كهربي؟ هتقول لي التاني. هو ده كده شدة التيار الكهربي في الموصل الثاني اعلى من شدة التيار الكهربي في الموصل الاول. يعني كمية الالكترونات اللي في حتة من السلك قد ايه؟ كم الكترون؟ لو جبت متر سلك جواه 5 الكترونات ومتر تاني جواه 3 بس، 3 الكترونات سالبة، فمعنى كده ان الشدة في الاول اكتر من الشدة في الثاني. ماشي، يعني انت عايز تقول ان شدة التيار الكهربي ده ايه؟ تعرفها اللي انا هحفظه دلوقتي هي كمية الكهربية المتدفقة، شوية الإلكترونات السالبة اللي بتمشي عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية. وقال لي بعد كده القانون اللي عندي اللي هحل بيه مسائل، إن شدة التيار، قانون مهم، أول قانون عندي مهمة، قال لي إن شدة التيار، ودي اختصارها ت، هتساوي الكمية الكهربية، الكمية الكهربية على الزمن. يبقى شدة التيار هتساوي الكمية الكهربية على الزمن. لو انت عايز تحسب شدة التيار، شوف عندك قد ايه من الكمية الكهربية، كم الكترون يعني، واحسبهم في الوقت او اقسمهم على الوقت بتاعهم، قال لي هيديك شدة التيار. لو انا قلت ان الكمية الكهربية ب50 والزمن عندي ب10 ثانية، قال لي 50 على 10 هيطلع الناتج، قال لي ب5. 5 دي وحدة قياسها ايه؟ قال لي شدة التيار تقاس بوحدة قياس أمبير. ماشي. وبعد كده الكمية الكهربية دي بتتقاس بوحدة قياس كولوم. وقال لي الزمن طبعا بيتقاس بوحدة قياس ثانية. فأنا ممكن أسألك سؤال الكتاب مش موضحه. هو شدة التيار وحدة قياسها أمبير، وحدة قياسها برضو كولوم على الثانية، بستخدم الاتنين عادي. يا إما أقول شدة التيار تتقاس بالأمبير، يا إما بكولوم على الثانية. في سؤال ما بناخدوش دايما غير في الجزء بتاع الفيزياء، وهو ما معنى قولنا أن. فلو جاء لحضرتك ما معنى قولنا أن شدة التيار بتساوي وليكن 5 أمبير، أنا كل اللي عايزه منك شيل شدة التيار واكتب تعريفها مع ملحوظة خلي بالك منها. لما أقول معنى ذلك أن كمية الكهربية، أنا بدأت بكمية الكهربية المتدفقة عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانية، قول لي 5 كولوم. عشان لما جيت بدأت بكمية الكهربية. فلما قال لي هنا في الكتاب شدة التيار الكهربي المار في موصل ب2/10، قلت كمية الكهربية المتدفقة عبر مقطع من إيه؟ هذا الموصل في زمن قدره 1 ثانية، قال لي ب2/10 كولوم. يعني انا قلت الكميه الكهربيه فحط وحده قياسها هي. كلام محترم. بعد ما دلوقتي احنا فهمنا ان شده التيار بتساوي الكميه الكهربيه على الزمن، ادي معلومه، ده القانون. والتعريف هي كميه الكهربيه المتدفقه عبر مقطع موصل في زمن قدره 1 ثانية. هنكتب القانون تاني.
قال لي القانون ان شدة التيار هتساوي الكمية الكهربية على الزمن. لو انا ثبت الزمن عندي هنا واعتبرته بواحد وقلت لك ان الكمية الكهربية ب10، كده شدة التيار بكام؟ هتقول لي ب10. طب لو انا ثبت برضو الزمن بواحد والكمية الكهربية زودتها ب20، ايه اللي هيحصل لشدة التيار؟ بقى ب20. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الكمية الكهربية وشدة التيار لما واحد يزيد التاني بيزيد معاه، يبقى بينهم علاقة طردية. يبقى الكمية الكهربية اللي فوق وشدة التيار اللي بره بينهم علاقة طردية. ماشي. طب انا عايز اعرف العلاقة دلوقتي بين الزمن وشدة التيار. ناخد مثال تاني للكلام ده. قال لي لو انا قلت ان الكمية الكهربية ب10 والزمن بواحد، الناتج هيكون بتاع شدة التيار ب10. طب الكمية الكهربية ب10 والزمن زاد بقى 2، الزمن ايه اللي حصل له؟ في الحالة الأولى كان بواحد، في الحالة التانية ب2، كده 10 على الاتنين هتبقى ب5، فحصل إن شدة التيار قلت. يعني عايز أقول لحضرتك برضو إن الزمن وشدة التيار بينهم علاقة عكسية، الاتنين ما بيتقوش بعض. أنت يا زمن هتزيد أنا شدة التيار هقل، أنت يا زمن هتقل فشدة التيار تزيد. فهيسألك دايما يقول لك إيه اللي يحصل لشدة التيار لما الكمية الكهربية تزيد للضعف؟ تقول لما الكميه الكهربيه هتزيد للضعف فشده التيار هي كمان هتزيد للضعف. ايه اللي يحصل لما الزمن يقل للنص بالنسبه لشده التيار؟ تقول لي الزمن هيقل للنص والزمن وشده التيار بينهم علاقه عكسيه فشده التيار هتزيد للضعف. السؤال الاهم بقى لو قلت لك ايه اللي يحصل لشده التيار لما الكميه الكهربيه تزداد للضعف ولما الزمن يقل للنصف. واحده واحده في السؤال ده. هو الكميه الكهربائيه لما تزيد للضعف ايه اللي هيحصل لشده التيار؟ هيزيد هو كمان للضعف. يعني مثلا لو شده التيار كانت ب10 فكده هتزيد للضعف هتبقى 20. ولما الزمن يقل للنص ايه اللي هيحصل لشده التيار؟ هتزيد للضعف، يعني ال20 هتبقى 40. حلو. هات لي اول رقم عندك واخر رقم عندك. ده ارقام ايه احنا اللي مفترضينها. فقال لي ان الاول كان ب10 بعد كده وصل ل40، يعني زاد 4 امثال. يبقى لما يجي يقول لك السؤال ده هنا اذا زادت كميه الشحنه الكهربيه للضعف وقل زمن سريانها للنصف، تقول لي تزداد شده التيار الى 4 امثال. هتزيد ل4 امثال قيمتها، يعني لو كانت ب10 هتبقى 40. بعد ما فهمنا الكلام ده كله بالنسبه لاول خاصيه اللي هي شده التيار، قال لي احنا فاضلنا حاجه واحده بس. لو انا يا استاذ عايز احسب شده التيار لمكان كبير، مستحيل ان انا استخدم القانون بتاعي ان شده التيار بتساوي الكميه الكهربيه على الزمن. اكيد انا محتاج جهاز يساعدني في الموضوع ده. فقال لك ان الجهاز اللي بيقيس شده التيار يسمى جهاز الاميتر. يبقى انا لما اجي اسالك في الامتحان جهاز الاميتر وظيفته ايه، تقول لي يساعد في قياس شده التيار. جهاز الاميتر ده لما يجي يتوصل بيتوصل على التوالي. يعني ايه التوالي؟ يعني حاجه تلو الاخرى، يعني جنب بعض. يعني لما ارسم لك ادي بطاريه وادي المفتاح بتاعها اهي وادي المصباح وبعد كده اوصلهم ببعض، حاجه اعمل دايره هنا عليها حرف الاي، ده اختصار جهاز الاميتر، يبقى متوصل معاهم على التوالي. ودايما القطب الموجب مع القطب الموجب للبطاريه والقطب السالب مع القطب السالب للبطاريه. كده احنا خلصنا اول خاصيه للتيار الكهربي وهي شده التيار. نركز في فرق الجهد. بس قبل ما اشرح لك فرق الجهد انا عايز اعرفك هو الخاصيه الثانيه رقم 2 اسمها فرق الجهد الكهربي. ماشي. انا عايز اعرف يعني ايه اصلا جهد كهربي يا استاذ. ليش دعوه بفرق الجهد دلوقتي، انا عايز اعرف يعني ايه الجهد الكهربي.
فالاستاذ المحترم في سنه اولى كان بيقول لك لو انت معاك جسم درجه حرارته ب 50 درجه سيليزيوس درجه حرارته، وجسم تاني درجه حرارته 70، فقال لي ان الحراره هتنتقل من الجسم الاعلى الى الجسم الاقل. يبقى دايما الحراره لما تيجي بتنتقل من الجسم الاعلى، الحراره تنتقل من الجسم الاعلى للجسم الاقل. وكلامي هنا برضو على الشحنات الكهربيه. لو انا عندي موصل الجهد بتاعه ب 70 وموصل تاني الجهد بتاعه 90، فقال لي هتنتقل الكهرباء من الجهد الاعلى الى الجهد الاقل. فانا الجهد الكهربي بتاعي هو حالتي انا مشحون قد ايه. لو انا اللي مشحون 70 فالحراره هتجيلي من ال 90، او الكميه الكهربيه هتجيلي من ال 90. ولو انا ال 90 فانا اللي هروح اشحن ال 70 تاني. مش فاهم حاجه. الجهد الكهربي قال لي حاله الموصل التي تبين انتقال الكهربيه منه هو اللي بيخرج او اليه هو اللي بيجيله الشحنات الكهربيه. يبقى الجهد الكهربي تاني ده اهو قال لي هي حاله الموصل التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا وصل بموصل آخر. يبقى الجهد الكهربي بتاعي هو حالتي إذا وصلت بموصل آخر. أنا اللي هبعت له شحنات كهربية ولا هو اللي هيبعت لي شحنات كهربية؟ كلام محترم. وقال لي لو أنت عندك جسمين مشحونين زي بعض بالظبط، يعني مفيش فرق في الجهد الكهربي بينهم، يعني لو أنا عندي جسم 50 والجسم التاني 50، قال لي لا يمر تيار كهربي. لا يمر تيار. أما لو حضرتك عندك جسم 90 وجسم تاني 70، ينتقل الشحنات الكهربية من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل حتى يتساوى الجسمان لغاية ما الاتنين يبقوا زيه بعض. فال90 دي هتبقى 80 هتقل، وال70 هتبقى 80، وبكده الانتقال هيقف. تاني بسرعة من أول ما بدأت أنا ما قلتش حاجة صعبة، أنا قلت لك إيه هو الجهد الكهربي، فقلت لي حالة الموصل اللي بتبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر. قلت لك إن دايما الموصلات أو الجهد الكهربي اللي عندي بيحكم عليا بإيه؟ بيحكم إن الجهد الأعلى هو اللي بيبعت للجهد الأقل حتى يتساوى الجهدين. ماشي، إحنا كده عرفنا يعني إيه جهد كهربي. طب بعد ما عرفت الجهد الكهربي، قال لي احنا كده عايزين نعرف فرق الجهد. فرق الجهد اللي هو الخاصية التانية. لو انا جبت لك ادي السلك بتاعنا اهو وجواه شحنات كهربية اللي هي الالكترونات السالبة، وعايزين ان احنا الشحنات ده تنتقل من الطرف ده اهو للطرف التاني ده اهو اللي هو اسمه بي. عايزينها تمشي. انت محتاج تمشي من اول الاوضه اللي انت فيها لاخرها. هو انت عشان تتحرك تروح المدرسه وتروح الدرس او تتحرك في الاوضه بتاعتك انت محتاج طاقه. فالالكترونات برضه عشان تتحرك من هنا تروح الناحيه التانيه محتاجه طاقه. فقال لي لو القطبين دول او الطرفين دول قد بعض في الجهد، ده جهده قد جهد ده اهو، عمر ما الالكترونات ده هتتحرك. اما لو ده جهده اعلى وده جهد اقل هتنتقل الشحنات. بس وهي بتنتقل بالمنظر ده اهو محتاجه يا استاذ طاقه. ففرق الجهد هنا هو اللي بيعمل الموضوع ده. اسمع معايا التعريف. قال لي فرق الجهد مقدار الشغل المبذول. مقدار الشغل المبذول لايه؟ لنقل. عشان انقل مقدار الشغل اللي انت هتبذله لنقل كميه من الكهربية، هنعتبر ان مقدارها 1 كولوم بين طرفي السلك او الموصل. لا احنا بدأنا نفهم الموضوع كده يا استاذ.
يعني فرق الجهد هو الشغل اللي انا هبذله عشان ازق الالكترونات من الناحيه او من الطرف A للناحيه الثانيه B. يبقى مقدار الشغل المبذول لنقل الكميه الكهربيه مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. ودايما الشحنات الكهربيه اللي هي الالكترونات تنتقل من الجهد الاعلى للجهد الاقل. كده انا خدت تعريف في الخاصيه الثانيه فرق الجهد. ناقصني تاني قانون مهم عندي فرق الجهد. لما اجي احل مساله قال لي لما تيجي تحل مساله هتقول لي فرق الجهد هيساوي الشغل المبذول على الكمية الكهربية. الشغل المبذول على الكمية الكهربية. ركز معايا. قال لي فرق الجهد اختصاره ج، والشغل المبذول هاخد اول حرفين فالشين والغين، وبعد كده الكمية الكهربية كاف. يبقى حضرتك تقول لي ان فرق الجهد بيساوي الشغل المبذول على الكمية الكهربية. ده القانون الثاني. طب لو هو رخم عليا وقال لي هات الشغل المبذول، هات الكمية الكهربية، حضرتك هتعمل المثلث بتاعك. المثلث من القانون الواحد هيطلع 3 قوانين. هبدأ اخلي اللي فوق فوق في المثلث، فالشغل المبذول هيبقى فوق، واللي على ايدي اليمين تحت هو فرق الجهد، واللي على ايدي الشمال تحت هو الكمية الكهربية. اللي حضرتك عايزه خبيه. انا عايز فرق الجهد، خبيه. يبقى اللي فوق على اللي تحت، الشغل المبذول على الكمية الكهربية. انا عايز الشغل المبذول، هضرب اللي تحت في بعضه، فيبقى فرق الجهد في الكمية الكهربية. انا محتاج الكمية الكهربية، فانا هضرب او هقسم الشغل المبذول على فرق الجهد. يبقى تاني من القانون الواحد جبت 3 قوانين. طب انا لما اجيب فرق الجهد وحدة قياسه ايه؟ قال لي بيتقاس بالفولت. قال لي بيتقاس بالفولت. فرق الجهد يقاس بالفولت. اما الشغل المبذول فبيتقاس بالجول. اما الكميه الكهربيه لسه واخدينها قال لي بتتقاس بالكولوم. فيبقى حضرتك تقدر تقيس فرق الجهد بالفولت او تقيسه بجول على كولوم. قال لي احنا عايزين نعرف الفولت. لما حضرتك تعوز تعرف وحده قياس قال لي خلي كل حاجه من التانيين ده بواحد. هتفهم معايا دلوقتي. انا عايز اعرف الفولت، هل هو فرق الجهد الكهربي بين طرفي موصل عند بذل شغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم. يبقى لما اجي اقول فرق الجهد هقول هو، لما اجي اعرف الفولت هقول هو فرق الجهد بين طرفي موصل لنقل او عند بذل شغل مقداره 1 جول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم. آخر جزئية عندي في فرق الجهد. لو جاء لي ما معنى قولنا أن فرق الجهد بتساوي 5 فولت، شيل فرق الجهد وحط تعريفها. تقول لي معنى ذلك أن مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل هتساوي 5. بس أنت أول كلمة قايلها إيه؟ الشغل المبذول. يقول 5 جول. 5 جول. قال لي تاني معلش آخر جزئية، هو فرق الجهد هنا والشغل المبذول بينهم علاقة إيه؟ هو كل ما أنا قوتي تزيد الدفع بتاعي يزيد، يبقى كده فرق الجهد هو كمان هيزيد، يعني أكيد بينهم علاقة طردية. فرق الجهد والشغل المبذول قال لي علاقة طردية. وقال لي فرق الجهد والكميه الكهربيه، يعني كل ما ازود الحموله بتاعتي كده، لما اكون بزق 3 الكترونات ولا لما اكون بزق 5؟ اي لما اكون بتزق 3 الموضوع اسهل. يعني انت كل ما تزود الكميه الكهربيه فرق الجهد بيقل، يبقى بينهم علاقه عكسيه. بينهم علاقه عكسيه، يبقى فرق الجهد بيساوي الشغل المبذول على الكميه الكهربيه. وفرق الجهد والشغل المبذول بينهم علاقة طردية، وفرق الجهد والكمية الكهربية بينهم علاقة عكسية. لو جيت قلت لك الشغل المبذول لو زاد للضعف ايه اللي هيحصل لفرق الجهد؟ قول لي هو كمان هيزيد للضعف. لو جيت قلت لك فرق الجهد ايه اللي هيحصل له لو الكمية الكهربية
زادت للضعف. تقول لي ده بينهم علاقه عكسيه، الكميه الكهربائيه زادت فيبقى فرق الجهد هيقل للنص. والسؤال الاهم، لو جيت قلت لك ان الشغل المبذول زاد للضعف والكميه الكهربائيه هي كمان زادت للضعف، قال لي احنا هنفترض رقم تخيلي معايا وليكن رقم 10 اهو. الشغل المبذول لما زاد للضعف فرق الجهد ايه اللي هيحصل له؟ قال لي هيزيد للضعف هيبقى 20. والكميه الكهربائيه لما تزيد للضعف ايه اللي هيحصل لفرق الجهد؟ هيقل النص، يعني ال 20 هترجع تاني 10. اول رقم واخر رقم زي بعض، يبقى كده فرق الجهد يظل ثابت كما هو لا يتغير. يبقى لو كميه زادت للضعف والشغل زاد للضعف فرق الجهد يفضل زي ما هو لا يتغير. طبعا احنا يا استاذ لو في مساله مش هنقدر، طبعا هنعمل حصه للمسائل لوحديها. من ساعه ما بدات معاك كل اللي قلته لك ان الدرس الاول اللي احنا اتكلمنا فيه الخصائص الفيزيائيه للتيار الكهربي، ان التيار الكهربي ده هو عباره عن شويه الكترونات بتمشي في السلك، وان شويه الالكترونات وهي ماشيه في السلك ليها خصائص زي شدتها قد ايه وزي فرق جهدها وزي مقاومتها. وقلت ان شده التيار تعرفها الكمية الكهربية المتدفقة عبر مقطع موصل في زمن قدره 1 ثانية، والقانون بتاع شدة التيار الكمية الكهربية على الزمن. وقلت إن فرق الجهد الكهربي هو مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من الكهربية مقدارها 1 كولوم بين طرفي الموصل. وقلت لك إن فرق الجهد ده هو القانون بتاعه الشغل المبذول على الكمية الكهربية. وقلت لك إن فرق الجهد بيتقاس بالفولت، أما الشغل المبذول بالجول، أما الكمية الكهربية بالكولوم. وعندنا جهاز بيقيس الفرق الجهد مباشرة هو جهاز اسمه جهاز الفولتميتر. الجهاز الفولتميتر دون الرمز بتاعه عندي في الدوائر لما اجي ارسمه، قال لي انا بعمل دايره كده وارسم حرف الفي، وقال لي لما اجي اوصله بوصله على التوازي يكون بيوازي حاجه معايا عندي في الدايره. فلو جيت رسمت لك الدايره ادي البطاريه بتاعتي وادي المفتاح وبعد كده ادي المصباح بتاعي وقفلت الدايره، لازم اجي هنا مع المصباح مثلا واعمل او اوصل الفولتميتر. الفولتميتر هيجي يسالني هو بيقيس ايه، هتقول له بيقيس فرق الجهد الكهربي بين طرفي الموصل، بس لازم تقول له في الدايره الكهربيه المغلقه، يعني لازم الدايره دي تكون مقفوله. ليه؟ عشان الفولتميتر يقيس فرق الجهد الكهربي. كلام محترم. اما انت اتكيت يا استاذ على موضوع ان الدايره مقفوله عشان يقيس فرق الجهد، هي الدايره دي لو كانت مفتوحه، الدايره ده اهي لو مفتوحه ايه اللي هيحصل عندي لو الدايره دي مفتوحه بالمنظر ده؟ قال لي الدايره عندك لو مفتوحه فالجهاز اللي عند الفولتميتر مش هيقيس فرق الجهد، ده هيقيس حاجه تانية تسمى القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه. مش فاهم حاجه خالص. انت حضرتك لما قررت تعمل الدايره ده اهي رحت اشتريت عمود كهربي، الراجل قال لك ان فرق الجهد بتاعه ب 2 فولت، وحضرتك لما اشتغلت بيه ووصلته في الدايره وقفلت الدايره، فلما جيت الدايره دي ايه اتقفلت والفولتميتر راح قاري 1.2 فولت. معنى كده ان في 8 اتهدروا، دول اللي كانوا بيزقوا الالكترونات في قلب الايه الدايره. اما حضرتك لما فتحت الدايره دي خالص خليت الدايره عندي مفتوحه بالمنظر ده، فقال لي ان انت لما جيت قست لقيت ان الفولتميتر ده قرا معاك 2 فولت. معنى كده ان الفولتميتر وهو مفتوح بيقيس البطاريه بس. تاني هنلخص الموضوع ده، يعني البطاريه الدايره وهي مقفوله هتقيس فرق الجهد بتاع الدايره كلها، اما الدايره وهي مفتوحه كده الفولتميتر هيقيس القوه الدافعه الكهربيه للبطاريه فقط. فقال لي ان انا كده عندي التعريف بتاع مين؟ بتاع القوه الدافعه الكهربيه. قال لي هو فرق الجهد بين قطبي المصدر الكهربي في الدائره الكهربيه المفتوحه. فلو جيت قلت لك هو القوه الدافعه الكهربيه بتتقاس بايه برضه؟ قول لي انها بتتقاس بالفولت. بيقول لي ما معنى قولنا ان القوه الدافعه الكهربيه لبطاريه سياره ب 12 فولت؟ شيل
القوة الدافعة البطارية حط تعريفها. واللي معنى ذلك أن القوة أو فرق الجهد بين قطبي هذه البطارية في الدائرة الكهربية المفتوحة هيساوي 12 فولت. كده احنا خلصنا فرق الجهد. نخش على رقم 3 وأهم واحدة فيهم، وهي المقاومة الكهربية. قال لي المقاومة دي كويسة أوي. السلك بتاعي زي ما الإلكترونات ماشية ومحتاجة حد عمال بيزق فيها عشان تمشي، وهو فرق الجهد. مش أنا قلت إن فرق الجهد ده مقدار الشغل المبذول لنقل كمية من كهربية مقدارها واحد كلهم بين طرفي الموصل. يعني اعتبر إن الإلكترونات وهي ماشية مين اللي بيزقها؟ فرق الجهد. قال لي وفي الناحية التانية حد مش عايزها تعدي اسمه المقاومة. فاحنا لو مثلنا الموضوع شوية كده بعربية ماشية على الطريق، فاللي عمال بيزق العربية ومخليها تتحرك هو البنزين اللي جواها وحضرتك بتدوس. اما المطب اول ما تيجي عنده هو انت لازم تقف. فانا بعتبر دايما المقاومة دي مطب عمالة تخليني اقف. فالمقاومة دي تعرفها ايه؟ قال لي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي. الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي امتى؟ اثناء سريانه في الموصل. اثناء سريانه في الموصل. قال لي كلام محترم. طب هي المقاومة دي، المقاومة كم نوع؟ قال لي المقاومة دي عبارة عن نوعين. يا اما تبقى مقاومة ثابتة ما بتتغيرش، رقم معين ما بتغيروش، يا اما تبقى مقاومة متغيرة. والمقاومة المتغيرة دي بستخدم لها جهاز أو تسمى بالريوستات. ريوستات، اقراها معايا كده، ريوستات منزلق. طب احنا عايزين نشوف رسمة دي ورسمة دي. قال المقاومة الثابتة برسمها بخط متعرج كده يا أستاذ بالمنظر دون وخلاص، هي دي المقاومة الثابتة. أما المقاومة المتغيرة نفس الخط بس بضيف عليه سهم، قال لي يعرف بالزالق. ماشي، يبقى تاني، المقاومة هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء سريانه في الموصل. لما حضرتك تيجي تقيس المقاومة دي بتتقاس بوحدة قياس اسمها أوم. تقاس بوحدة قياس أوم. والجهاز اللي بيقيسها يسمى الأو ميتر. أنواعها مقاومة ثابتة ومقاومة متغيرة. رسمة المقاومة الثابتة ودي رسمة المقاومة المتغيرة. بس المقاومة المتغيرة دي أستاذ ما خلصتش لغاية هنا، لازم تكمل معانا شوية. قال المقاومة الثابتة دي عبارة عن إيه؟ أو الريوستات المنزلق، تركيب الريوستات المنزلق. قال لي تركيب الريوستات المنزلق. ركز معايا. قال لي لو أنا جبت اسطوانة كده بالمنظر ده مفتوحة من الطرفين ومصنوعة من مادة اسمها البورسلين، وبعد كده رحت جايب سلك من النحاس مثبته من هنا بمسمار اسمه ايه او مدخل اسمه ايه، ولفيت السلك النحاس بالمنظر دون على اسطوانة البورسلين لغاية هنا، وده كده مسمار تثبيت وده مخرج اسمه سي. قال لي ورحت جاي هنا عامل ساق من النحاس وحاطط عليها زالق معدني. زالق معدني هو الخيط ده كده او الحبل اللي نازل ده كده او الماده المعدنيه اللي نازله دي. ايه اللي بيحصل بقى؟ اول ما التيار الكهربي هيدخل معايا من المدخل ايه، فغصب عنه هيمشي في السلك ده كله لغايه ما يوصل للجزء سي يخرج منه. حضرتك طول ما الطريق بيطول معاك وانت سايق العربيه، طول ما المطبات بتكتر. يعني انت عايز تقول لي ان طول السلك لما السلك يطول المقاومه هتزيد، ولو انت قصرت الطريق اللي انت ماشيه او قصرت السلك كده المقاومه هتقل.
فانا عايز اقول لك ان طول السلك والمقاومة اللي بينهما علاقة طردية. ركز، كل ما السلك زاد كل ما المقاومة هي كمان هتزيد. فحضرتك لما عملت الدور التاني ده اللي هو الساق من النحاس ده هو فيها زالق، ايه اللي هيحصل للسلك دلوقتي؟ قال لي السلك هيمشي عادي خالص، التيار الكهربائي هيمشي في السلك، واول ما يجي هنا ويقابل الزالق هيروح طالع لفوق وماشي كده لغايه ما يلاقي المخرج اللي موجود هنا يخرج منه. يبقى انت كده وفرت عليه السلك ده. الريستات المنزلق انا اللي بتحكم فيه، ان حضرتك كل ما تقرب الزالق من المدخل اللي هو ايه، فانت كده السلك هيقل، فالتيار اللي فيه هو كمان هيقل، فهيخرج بره على طول. تاني الريستات المنزلق او المقاومه عموما كل ما تطول لها السلك تفرح، يبقى طول السلك والمقاومه بينهم علاقه طرديه. وكل ما تقلل طول السلك بالنسبه للمقاومه هتقل، يبقى طول السلك زاد المقاومه زادت، طول السلك قل المقاومه هتقل. فانا اللي بتحكم في الموضوع ده. ماشي، طب وحضرتك لما المقاومه بتاعتك تزيد شده التيار اللي يحصل له يقل وفرق الجهد يقل، يبقى المقاومه وشدة التيار بينهم علاقة عكسية. بينهم علاقة عكسية. كل ما المقاومة تزيد شدة التيار تقل، كل ما المقاومة تقل شدة التيار تزيد، يبقى بينهم علاقة عكسية. يبقى تاني لما اجي اسألك بقى واقول لك هنا في الرسمة اللي عندي او في الكتاب اهو، هو انا عامل الاستخدام بتاع الراجل ده الرياضيات المنزلق ايه؟ قال لي بتحكم في شده التيار النار في الدائره الكهربيه، وبالتالي التحكم في فرق الجهد. ازاي؟ مش انت بتلعب في السلك كده بتغيره، بتزود طول السلك فالمقاومه بتزيد يبقى شده التيار بتقل، كل ما تقلل طول السلك المقاومه تقل فشده التيار تزيد. فيبقى انت بتقدر تتحكم في فرق الجهد وفي شده التيار من خلال الريوستات. قال لي ايه الفكره بتاعته بقى والاساس العلمي؟ تتناسب مقاومه السلك تناسبا طرديا مع طوله، زي ما لسه قايل لك اهو، طول السلك والمقاومه علاقه طرديه. ارجع تاني وقال لي اي تزداد المقاومه بزياده طول السلك وتقل المقاومه بنقص طول السلك. يبقى كل ما تزود الطول المقاومه تزيد فشده التيار تقل، يبقى بقدر اتحكم من خلال الريوستات في شده التيار وفي فرق الجهد. هو انا ينفع الريوستات ده اهو اللي هو مقاومه متغيره احول له مقاومه ثابته؟ قال لي سهله، شيل الزالق ده خالص، امسح الزالق ده، فالسلك هيبدا من الايه، التيار يخش ايه، ياخد السلك كله للاخر لغايه ما يخرج من السي. يبقى كيف يمكن استخدام الريوستات المنزلق كمقاومه ثابته؟ قال لي اذا تم توصيل مسماري طرفي السلك اللي هو ايه المدخل وسي المخرج بالدايره، فان الريوستات في هذه الحاله يعمل كمقاومه ثابته ما يتغيرش. اهم جزء عندي في بقى حته لازم نلفت نظرك فيها، لازم تيجي كل سنه في الامتحان. لو انا جيت قلت لك المقاومه لما تزيد ايه اللي يحصل لشده التيار؟ تقول لي هيقل شده التيار. تاني المقاومه زادت فشده التيار تقل. لو جيت عكست السؤال انت هتجاوب غلط دلوقتي. لو جيت قلت لك ان شده التيار هي اللي زادت، شده التيار زادت، وسالتك المقاومه ايه اللي يحصل لها، فانت طبعا هتقول لي المقاومه هتقل. هقول لك غلط، المقاومه بتاثر على الناس، بتاثر على الحاجات التانيه، بتاثر على الخصائص الفيزيائيه ومحدش ياثر عليها. المقاومه تغير لي شده التيار وتغير لي فرق الجهد، محدش يعرف يغيرها غير طول السلك وبعض الخصائص الاخرى اللي مش عندك تعرفها، زي حراره نوعيه ونوع الماده مش بتاعتك. تاني، شده التيار ما تعرفش تاثر على المقاومه، فرق الجهد ما يعرفش ياثر على المقاومه، لكن المقاومه تاثر عليهم. اللي ياثر على المقاومه بس طول السلك، زاد فهي تزيد، قل فهي تقل. الموضوع ده مهم جدا. كمل معايا. قال لي بعد ما حضرتك عرفت الريوستات المنزلق اللي هو درسنا كله يعتبر بتاع المقاومه، ففكره العمل بتعتمد ان المقاومه ده اهي اللي بيتحكم فيها طول السلك، يبقى بزياده طول السلك عندي
قال لي الريوستات اهو اللي بيحصل تزداد المقاومه فتقل شده التيار وبالتالي يقل فرق الجهد. ايه تعريف المقاومه المتغيره الريوستات؟ قال لي هي مقاومه التي يمكن تغير قيمتها للتحكم في قيمه كل من شده التيار وفرق الجهد اللي موجوده بين الاجزاء المختلفه من الدايره الكهربيه. قال لي بعد ما خلصت الموضوع ده كله اخر حاجه في عالم محترم اسمه العالم اوم قال لي انا عايز اشوف العلاقه بين فرق الجهد وشده التيار، وقال لي انا هعمل دايره تتعرف انها باسم اسمها دائره قانون اوم. ممكن يجي في الامتحان يقول لك ارسم دايره قانون اوم. دايره قانون اوم دي فيها كل حاجه انت درستها. يعني ايه؟ يعني اول حاجه هبدا بيها خالص ان انا هعمل لك البطاريه، وبعد كده هعمل لك المفتاح، وبعد كده هعمل لك مقاومه ثابته، وبعد كده هعمل لك ادي الزالق وادي مقاومه متغيره، وبعد كده الدايره دي هحط فيها اميتر ايه، وهحط فيها جهاز فولتاميتر في. والراجل اللي بعد ما عمل الدايره وقفل طبعا الدايره بتاعته خالص اهي، قفل المفتاح، جه راح كاتب كده فرق الجهد. هو عمل كده بالظبط فرق الجهد، وجاي تحتها كتب شده التيار. فالراجل بعد ما كتب فرق الجهد وشدة التيار بدأ يقلل من طول السلك، فالمقاومة قلت، فلقى ان فرق الجهد قرأ معاه 2 وشدة التيار قرت معاه 2/10. بعد كده قلل طول السلك تاني فالمقاومة قلت، ففرق الجهد زاد لقى بقى ب4 فولت وشدة التيار بقت ب4/10. الراجل قلل طول السلك فقلت المقاومة فزاد فرق الجهد 6.6، هكذا فضل يقلل من طول السلك والمقاومة تقل ففرق الجهد وشدة التيار يزيدوا. لاحظ حاجة غريبة قوي من الأرقام اللي بتطلع دي. قال لك هو أنا لو قسمت الأرقام دي على بعض، فرق الجهد على شدة التيار، كلهم هيطلعوا بنفس الرقم 10. 2 على 2 10 ب10. قال لي قال لي إن كده لما يقسم فرق الجهد ج على شدة التيار ت هتساوي مقدار ثابت. وراح جاي بعد كده قال ان المقدار الثابت ده هيبقى اسمه المقاومة. فمن هنا جاب القانون الثالث وسماه باسمه قانون اوم، ان هو المقاومة بتساوي فرق الجهد على شدة التيار. قال لي قانون اوم بيقول ايه؟ قال لي ان فرق الجهد يتناسب تناسبا طرديا مع شدة التيار عند ثبوت درجة الحرارة. بعد ما خلص التجربة بتاعته قال لي ان قانون اوم تتناسب شدة التيار المار في موصل تناسبا طرديا مع فرق الجهد بين طرفي الموصل عند ثبوت درجة الحرارة. وكتب لي القانون الشهير بتاعه اللي احنا هنحل بيه، ان المقاومة هتساوي فرق الجهد على شدة التيار. المقاومة هتساوي فرق الجهد على شدة التيار. وقال لي طبعا المقاومة دي تتقاس بوحدة اوم، فرق الجهد بيتقاس بالفولت، شدة التيار تتقاس بالأمبير. وقال لي ان التعريف بتاع المقاومة هي النسبة بين فرق الجهد على شدة التيار المارة في الموصل. وقال لي بعد كده احنا عايزين نعرف الثلاث تعريفات، عايزين نعرف الاوم وعايزين نعرف الفولت وعايزين نعرف الامبير. طبعا لما حضرتك تيجي تعرف وحدة قياس هتقول هي بتقيس مين وتخلي الباقي بواحد. يبقى الاوم هو المقاومة الكهربية في موصل، فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت، وشدة التيار المارة به 1 امبير. طب الفولت هو فرق الجهد بين طرفي موصل، مقاومته 1 اوم، ويمر به تيار شدته 1 امبير. اما الامبير هو شدة التيار في موصل، مقاومته 1 اوم، وفرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. قال لي كده المقاومة بقت مفهومة بالنسبة لنا.
قال لي ما النتائج المترتبة على احتراق المقاومة الثابتة، المقاومة اتحرقت بالنسبة للأميتر وبالنسبة للفولتميتر. الأميتر لو المقاومة اتحرقت كأن السلك بتاعها متشال فالدايرة مفتوحة، وقال لي إن الأميتر بيقيس شدة التيار، فكده لا يمر تيار فيعتبر قراءة الأميتر بصفر. أما لو الدايرة مفتوحة فالفولتميتر في اللحظة دي هيقيس القوة الدافعة الكهربية للبطارية فشغال عادي، يبقى تصبح قراءة الأميتر بصفر. أما الفولتميتر هتساوي القوة الدافعة الكهربية للمصدر الكهربي. وكده يا شباب احنا خلصنا الدرس الأول بالكامل، ونكمل في الدرس اللي بعده على طول وهو أنواع التيار الكهربي اللي عندي إن شاء الله هنكمله دلوقتي. ركز معايا. خلصنا يا شباب الدرس الأول، عايزك تكمل معايا تركيز للدرس التاني إن شاء الله. معايا أسهل بكتير، الموضوع فيه خفيف، محتاج بس تركيز والدنيا هتبقى سهلة. قال إن الدرس التاني هو التيار الكهربي، عنوانه التيار الكهربي والأعمدة الكهربية. وإحنا فهمنا وبفكرك تاني يعني إيه تيار كهربي من الآخر كده، يعني شوية إلكترونات سالبة ماشية في قلب سلك. وبداية الدرس بتاعنا عايزك تعرف إيه هي مصادر التيار الكهربي. مصادر التيار بقى هو التيار الكهربي اللي احنا عمالين بنشرح فيه الدرس اللي فات كامل دون بالخصائص بتاعته. ممكن يجي لي منين؟ ممكن احصل على التيار الكهربي منين؟ فقال التيار الكهربي ده انت ممكن تجيبه من حاجتين. ممكن تجيبه يا اما من خلايا كهروكيميائيه، يا اما هتجيب لي التيار الكهربي ده هو من المولدات الكهربيه، بالمولدات الكهربيه. قال لي كلام محترم، فقال لي ان التيار الكهربي بتاعي ده هو يا اما يجي من خلايا كهروكيميائيه يا اما هيجي لي من مولدات كهربيه. قال لي ان الخلايا الكهروكيميائيه ده تعريفها بسيط جدا. قال لي الخلايا من اسمها الكهروكيميائيه دي بتحول معايا الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه، بتحول معايا الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربيه. قال لي اديني مثال، قال لي انها زي العمود الجاف، قال لي زي الحجاره اللي عند حضرتك في الريموت، او زي البطاريه بتاعت العربيه او اي بطاريه. وقال لي ان المصدر الثاني للمولدات الكهربيه هي اجهزه تتحول فيها الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه. يبقى تاني مصادر التيار الكهربي مصدرين اتنين، يا اما خلايا كهروكيميائيه يا اما مولدات كهربيه. الخلايا الكهروكيميائيه دي قال لي عباره عن ايه؟ قال لي عباره عن اجهزه بتحول الطاقه الكيميائيه اللي جواها الى طاقه كهربيه، زي بطاريه التليفون زي العمود الجاف، كل دول جواهم طاقه كيميائيه بيروحوا محولها لطاقه كهربيه. قال لي والكهرباء اللي بتطلع او التيار الكهربي اللي بيطلع بيبقى نوعه تيار كهربي مستمر، وهنركز على الموضوع ده. اما المولدات الكهربيه فهي اجهزه تتحول فيها الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه، وينتج عنها تيار كهربي تاني اسمه تيار كهربي متردد. اديني مثال لمولد كهربي. قال لي جهاز الدينامو. قال لي بعد ما عرفت المصادر بتاعه التيار انا عايزك تعرف بقى انواع التيار الكهربي ده. قال لي التيار الكهربي نوعين، انت قلت لي تيار كهربي مستمر وتيار كهربي متردد. اول حاجه ده بيجي منين؟ ده بيجي منين؟ التيار الكهربي المستمر بيجي من الخلايا الكهروكيميائيه، اما التيار الكهربي المتردد بيجي من المولدات الكهربيه او الدينامو. كلام محترم. تاني حاجه الشده بتاعته، انت راجل خدت الدرس اللي فات شده التيار، فانا عايز اعرف التيار الكهربي المستمر. قال لي ثابت الشده من ساعه ما بيطلع من مصدره لغايه ما يخلص الرحله بتاعته، شدته ثابته وليكن ب5 امبير من ساعه ما يبدا لغايه ما ينتهي هو بال5 امبير. اما التيار الكهربي المتردد متغير الشده. متغير الشده ازاي؟ قال لي يعني مثلا لو انا رسمت لك، محور الصادات ومحور السينات، ده مكتوب عليه الشده وده مكتوب عليه الزمن. فقال ان التيار الكهربي المتردد هو اللي شدته في الاول بصفر، تقعد تزيد لغايه ما توصل الى قيمه عظمى، وبعد كده يقل تاني الشدة بتاعته لغاية ما توصل للصفر، وبعد كده يغير الاتجاه بتاعه، بدل ما كان فوق ينزل تحت، فشدته تزيد حتى تصل إلى قيمة عظمى ثم تقل مرة أخرى.
يبقى انا فهمت كده ان التيار الكهربي المستمر ثابت الشدة، اما التيار الكهربي المتردد متغير الشدة. هنروح لتاني حاجة عندي وقال لي دي الاتجاه. تعال نشوف الاتجاهات بتاعتهم. قال لي ان التيار الكهربي المستمر اللي على ايدي اليمين ده اهو، قال لي هو تيار كهربي يسير في اتجاه واحد موحد الاتجاه. يعني انا لو رسمت لك البطارية اهي، وبعد كده دايره محترمه خالص اهي، فقال لي ان السلك لو بدأ من هنا هيكمل في طريق واحد لغايه ما ينهي الموضوع. ده التيار الكهربي المستمر. اما التيار الكهربي المتردد هنقارن هناك، فهو لما بيطلع هنا من البطاريه كل شويه يغير اتجاه، شويه يمشي في الاتجاه ده وبعد كده يغير يعكس اتجاهه ويرجع تاني. فهو تيار كهربي متغير الاتجاه، ده موحد الاتجاه يعني يسري في اتجاه واحد فقط. اما التيار الثاني المتردد يسير في او متغير الاتجاه بيمشي في اتجاهين. طب ما تيجي نعرف يا استاذ التعريفات بتاعتهم. قال لي التيار الكهربي المستمر تيار كهربي، اذكر حاجتين: الشدة والاتجاه بس. تيار كهربي ثابت الشدة ويسير في اتجاه واحد في الدائرة الكهربية. تيار كهربي ثابت الشدة يسري في اتجاه واحد فقط في الدائرة الكهربية. أما التيار الكهربي المتردد قال لي هو تيار كهربي متغير الشدة يسري في اتجاهين متضادين في الدائرة الكهربية. قال لي طب ايه المزايا والعيوب؟ انا مش فاهم، انا هستخدم انهي واحد؟ ايه الاستفاده بتاعتي؟ هنبدا الاستفاده بتاعتك تبان دلوقتي. حضرتك لو حبيت تستخدم التيار الكهربي المستمر هتلاقيه يمكن نقله الى مسافات قصيره فقط، يمكن نقله لمسافات قصيره فقط. اما التيار الكهربي المتردد بيمشي او بينقل نقله الى مسافات طويله وقصيره. طب وبعد كده قال لي تعال نشوف الاستخدامات بتاعتهم ايه. قال لي اول حاجه التيار الكهربي المستمر عندي ده اهو لا يمكن تحويله الى تيار متردد. المستمر طول عمره هيفضل مستمر، التيار الكهربي المستمر هيفضل طول عمره مستمر ما بيتغيرش. اما التيار الكهربي المتردد يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر. قال لي بيستخدم ده في تشغيل بعض الاجهزه الكهربيه وعمليه الطلاء الكهربي. ايه عمليه الطلاء الكهربي دي بقى؟ قال لي ان انت لو رحت جبت المعلقه او المعلقه اللي عند حضرتك في البيت ده او الشوكه، هي الاول مصنوعه من ماده زي الحديد، فالحديد بعد فتره هيصدي. فقال لي ان انت بتروح تجيب ماده ما بتصديش وليكن فضه او كوبالت او نيكل، وبتوصل الاتنين ببطاريه من بره. قال لي ايه اللي بيحصل؟ ان جزيئات من الماده دي وليكن الفضه هتروح تترسب هنا لغايه ما تطلي الشوكه دي بالكامل، فدي عمليه الطلاء الكهربي. يبقى التيار الكهربي المستمر يستخدم في استخدامين: تشغيل بعض الاجهزه وعمليه الطلاء الكهربي. اما التيار الكهربي المتردد يستخدم في استخدامين، هما تشغيل بعض الاجهزه الكهربيه واناره المنازل والشوارع. فبيقول لي علل بقى سؤال مهم او لازم يجي في الامتحان السؤال ده. قال لي يفضل استخدام التيار المتردد عن التيار المستمر. انت شفت المزايا بعينك. قال لي ان التيار الكهربي المتردد ده يمكن تحويله الى تيار كهربي مستمر عادي خالص، وان التيار الكهربي المتردد ينقل الى مسافات طويله او قصيره. اما التيار الكهربي المستمر ولا بعرف انقله لمسافات طويله ولا يمكن تحويله الى تيار كهربي متردد. فلأن التيار المتردد يمكن نقله لمسافات قصيرة أو طويلة عبر الأسلاك، كما يمكن تحويله إلى تيار مستمر على عكس التيار المستمر. قال لي بعد ما خلصنا الجزئية دي، ودي الجزئية بقى الأهم، لو أنا رسمت لك قطب قصير وقطب طويل فهتقول لي دي اسمه عمود كهربي. اما لو رسمت لحضرتك عمود والتاني والتالت واكتر اكتر اكتر عادي خالص، انت كده هتقول عليها بطارية. فتعريف البطارية هو ايه؟ قال لي هو عمودين كهربيين او اكتر متوصلين مع بعض بطريقة ما في الدائرة الكهربية.
شغلي بقى دلوقتي ان انا اعرف هوصلهم مع بعض بكام طريقه. فقال لي انت قدامك طريقتين، طريقه اسمها التوالي والطريقه التانيه اسمها طريقه التوازي. تعال نفهم الفرق بين الاتنين، ده كده نبقى خلصنا الدرس، بس ركز معايا، هو ده الدرس بيبدأ من هنا. قال لي طريقة التوالي ده من اسمها يتلو بعض، يعني الثلاث أعمدة دول هيبقوا ورا بعض. وقال لي لما اجي اوصل الأقطاب بوصل الأقطاب المختلفة ببعضها. يعني ايه؟ ادي قطب سالب هوصله بالموجب، وادي قطب سالب هوصله بالقطب الموجب، وادي القطب السالب وادي القطب الموجب، هوصل الاتنين ببعض بجهاز تحت الفولتميتر. يبقى انا كده عرفت ان التوصيل على التوالي بوصل الاقطاب المختلفه مع بعضها البعض. اما في التوازي من اسماء فهم بيوازوا بعض يعني تحت بعض. وهلاقي ان القطب السالب والقطب السالب والقطب السالب يعني الاقطاب المتشابهه بوصلها ببعض، والموجب مع الموجب مع الموجب بوصلهم ببعض. يبقى الاقطاب كده المتشابهه هوصلها ببعض. تاني، طريقة التوصيل على التوالي يتم توصيل الأقطاب المختلفة مع بعضها البعض. أما طريقة التوصيل على التوازي بتم توصيل الأقطاب المتشابهة السالبة مع بعض والموجبة مع بعض. التوالي بوصل المتشابه مع بعض، أما التوازي بوصل الأقطاب المتشابهة مع بعض. قال لي كلام محترم، لو أنا قلت لك إن العمود ده هو ب 2 فولت وده زيه باتنين وده زيه باتنين، احنا عايزين نشوف البطارية كلها على بعضها بكام. هقول لك ان القوة الدافعة الكهربية للبطارية يعني ق د ك هتساوي ق واحد العمود الاول زائد ق اتنين القوة الدافعة للعمود التاني زائد ق تلاتة قوة الدافعة للعمود التالت. لو عندي 100 عمود هجمع كل القوة الدافعة الكهربية بتاعتهم. طب انا لو لقيت ان القوه الدافعه بتاعت العمدان كلها زي بعض، ده 2 وده 2 وده 2، ممكن نعمل حركه تانية اجمل. اقول نون في القوه بتاعت العمود الواحد في قاف للعمود الواحد. فانت عندك كام عمود؟ 3. هضرب الثلاث اعمده في القوه بتاعت العمود الواحد 2، فقال لي هتديني في الاخر 6 فولت. ده التوالي. يبقى التوالي بوصل الأقطاب المختلفة مع بعضها الغير متشابهة يعني، والقوة الدافعة بجمع كل القوة الدافعة بتاعت العمدان كلها. أما التوازي الموضوع مختلف تماما. أنا لو عندي العمود ده ب 2 فولت وده ب 2 فولت وده ب 2 فولت وغصب عني في التوازي لازم الأقطاب كلها تبقى زي بعض متساوية، ما ينفعش يبقى قطب فيهم مختلف، ما ينفعش 1 2 1 3 1 5. في التوازي كله لازم يبقى زي بعضه. قال لي لما القوة الدافعة الكهربية للبطارية اجي اقيسها هلاقيها كلها على بعضها ب 2 فولت. معنى كده ان انا قريت قد ايه؟ انت قريت عمود واحد. دايما التوازي القوة الدافعة للبطارية كلها باخد عمود واحد بس. اما التوالي بقرا كل اللي عندي، باخد كل العمدان اللي عندي اقراها. كلام محترم. لو جينا للجزء اللي بعده، وقلت لك ان انا لو عايز اعمل علاقة بين عدد الاعمدة والقوة الدافعة بتاعت البطارية، عدد الأعمدة المتوصلة على التوالي والقوة الدافعة الكهربية للبطارية ق د ك للبطارية. هو أنت كل ما تزود بطاريات أو عمدان في التوالي كده القوة الدافعة إيه اللي هيحصل لها بتاعت البطارية؟ اللي هتزيد، يبقى بينهم علاقة طردية. كل ما تزود أعمدة كل ما القوة الدافعة الكهربية للبطارية تزيد. عندي 4 أعمدة كل واحد ب2 فتبقى ب8. خلي 5 أعمدة كل واحدة ب2 هتبقى ب10. خليهم 6 ب12. يبقى كل ما تزود عدد الأعمدة كل ما القوة الدافعة الكهربية تزيد. طب ما تيجي نعكس الكلام ده على التوازي. قال لي لو أنا عملت محور صادات ومحور سينات، هنا القوة الدافعة الكهربية للبطارية وهنا عدد الأعمدة على التوازي،
والنبي انت لو زودت عدد الاعمده المليون عمود، انا في الاخر برضه هاخد عمود واحد منهم بس اقراه. فكده علاقه ثابته، منحنى يوازي محور السينات. دايما التوازي ما ياخدش غير عمود واحد، دايما التوازي ما ياخدش غير عمود واحد، باخد قرايه عمود واحد فقط. فيجي في النهايه خالص بتاعت الدرس حاجه اسالك سؤالين: هو انا ليه بوصل الاعمده مع بعض على التوازي؟ قال لي للحصول على اكبر قوه دفع كهربيه للبطاريه. لما حضرتك تكون عايز تحصل على قوه دفع كهربيه للبطاريه وصله مع التوالي. اما لما تكون عايز تحصل على اقل قوه دفع كهربيه وصلهم على التوازي. يعني علل يتم توصيل الاعمده على التوازي للحصول على اقل قوه دفع كهربيه ممكنه. ناخد مثال واحد بس على الجزء بتاع التوالي والتوازي ويبقى الدرس كده اتشرح باحسن طريقه. فركز معايا. لو انا قلت لك يا شباب ان انا عندي اربع اعمده، القوة الدافعة للعمود الواحد، ادي مثال اهو، اربع اعمدة، القوة الدافعة للعمود الواحد بتساوي 2 فولت. وصلهم لي في بطارية بحيث ان هم مرة يدوني 8 فولت ومرة تانية يدوني 6 فولت ومرة تالتة لما اوصلهم يدوني 4 فولت والمرة الأخيرة لما أوصلهم دال يدوني 2 فولت. ركز معايا كويس، اقرا البيانات اللي عندك. قال لي أنا معايا أربع أعمدة، أنت راجل مهندس دلوقتي كهرباء بقى، عايزك تتخيل معايا الموضوع، معاك أربع أعمدة وبقول لك وصلهم لي في دايرة في الآخر تبقى ب8. اسأل نفسك سؤال: هو أنا محتاج أفرط في أي عمود من اللي معايا دول من الأربع أعمدة؟ لا، أنا محتاج الأربع أعمدة عشان لما أوصلهم مع بعض الواحد باتنين فيبقى في الاخر ب8 فولت. يبقى انا كده هوصل توالي، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة، قطب سالب بموجب، سالب بموجب، سالب بموجب، وادي الطرف السالب مع الطرف الموجب، وصلهم لي بجهاز الفولتاميتر. يبقى احنا قلنا التوالي بنوصل اقطاب مختلفة مع بعضها. طب فكر هنا احسن بقى، انا عايز بطارية ب6 فولت. هو انت محتاج في ال6 فولت تستغنى عن كام عمود؟ انا معايا اربع عمدان باتنين يبقى المفروض هيديني 8. انا محتاج استغنى عن عمود، العمود اللي انت هتستغنى عنه زود عليه كمان واحد ووصلهم مع بعض توازي. يعني أنا لو المفروض اوصل 2 توازي و2 توالي، فالتوالي سالب بموجب والتوازي سالب بسالب وموجب بموجب، وفي النهاية خلي السالب مع الموجب ووصل الأطراف ببعض، ده الطرف الموجب ده الطرف السالب. تعال نشوف الموضوع ده. أنا هاخد هنا 2 فولت زائد هنا هقرا 2 فولت زائد هنا ده ب2 وده ب2 بس هاخد قراية واحد بس يبقى 2 فولت. يبقى في النهاية كده أنا هحصل على بطارية ب6 فولت. طب انا عايز احصل على بطاريه فيها 4 فولت بس، يبقى انا محتاج ارمي عمودين، ما ينفعش ارميهم، انا هزود التالت واخليهم توازي مع بعض. فحضرتك لو وصلت ادي عمود، ادي التاني، ادي التالت، والرابع بتاعهم توالي، سالب مع السالب مع السالب وموجب مع الموجب مع الموجب مع الاقطاب المتشابهه مع بعض، وفي النهايه سالب بموجب. يبقى ده الطرف الموجب اهو وده الطرف السالب اهو، وصلهم مع بعض في فولتميتر. اخر بطاريه عندي انا محتاج يبقى القراءه بتاعتها ب2 فولت. اربع اعمده الواحد باتنين، مش محتاج غير واحده بس اللي اقراها. يعني انا المفروض كده اوصلهم كلهم مع بعض ايه؟ توازي، عشان الاربع اعمده ما اقراش غير عمود واحد ب2 فولت زي البطاريه ما انا عايزها. فقال لي وصل بالطريقه الرابعه الاربع عمدان على التوازي، السالب مع السالب مع السالب مع السالب، الأقطاب المتشابهة مع بعضها وده الطرف السالب، والموجب مع الموجب مع الموجب مع الموجب يبقى الأقطاب الموجبة مع بعضها.
يبقى ده الطرف السالب وده الطرف الموجب. وكده خلصنا المثال بتاعنا، وعايزك تبقى عارف ان طريقة التوالي اقطاب مختلفة مع بعضها، اما التوازي اقطاب متشابهة مع بعضها. خلصنا كده، ونكمل مع بعض ان شاء الله الدرس الثالث، ويبقى الوحدة الثانية بالكامل قدرنا نلمها ونعمل لها مراجعة سريعة.